مصر كلها بتتكلم عنه، حتى الصحف والجرايد، ولقبوه بمعجزة مصر. أهل بيته ماتوا قدامه بالتصوير البطيء. يا ترى إيه أصل الحكاية؟ أنقذته العناية الإلهية وأخرج حيا في 1 من صباح اليوم بعد 82 ساعة قضاها تحت أنقاض عمارة الموت التي هدمها الزلزال يوم الاثنين الماضي بمصر الجديدة. ما زال هذا الشاب حديث المواطنين في مصر والعالم. أكسم سليمان، معجزة زلزال 92. تبدأ الحكاية سنة 1992، الزلزال اللي ضرب مصر وكان نكبة كبيرة جدا في الوقت ده، واللي كان بقوة 5.8 ريختر، واللي أصيب فيه 6521 شخص، واللي اتشرد بسببه 50,000 مواطن مصري، وكان يعتبر أقوى زلزال بعد زلزال 1847. في الوقت ده بيوصل أكسم سليمان لبيته عشان يقعد مع مراته وبنته وأمه عشان يتغدوا. في نفس الوقت بنته الوحيدة سميرة طلبت منه إزازة حاجة ساقعة، اللي قام وراح للتلاجة عشان يجيب لها الإزازة. وفجأة بدأ يحس إن كل حاجة من حواليه بتتهز بشكل مخيف وسريع. جري خد مراته وبنته وأمه تحت ترابيزة السفرة عشان يحسوا فجأة إن هم بيسقطوا في بير غويط، وبتقع تحتيهم الأنقاض، ويقعد تحت الأنقاض لمدة 83 ساعة، يعني تقريبا 3 أيام ونص. وفي ال3 أيام ونص بدأ الأكسجين بالتدريج يقل من حواليهم، وبدأوا يعطشوا ويجوعوا. وفي نفس الوقت أكسم سليمان بيسمع من حواليه أنين ووجع كل اللي حواليه. إحساس الرعب اللي بيصيب أي إنسان لما بيخش على حاجة جو غريب جدا هو محس بيه، يعني قبر، يعني داخل في قبر تراب وضلمة كحل، مفيش نفس، مفيش أي حاجة خالص، مفيش إلا أصوات الأنين، الناس اللي بتموت. وال83 ساعة بيعدوا كأنهم 83 سنة تحت الأنقاض في ضلمة تامة، وهو مش شايف حد، بس حاسس بأمه ومراته وبنته من حواليه. في نفس الوقت بيسمع أنين ووجع كل المحيطين بيه من غير ما يقدر يتحرك عشان ينقذ نفسه أو حتى ينقذ اللي حواليه. وأقرب الناس ليه بيبدأوا يموتوا بالتصوير البطيء. وفي لقاء صحفي تم معاه إزاي قدر يعيش لمدة 3 أيام ونص من غير ما يشرب، لكن التصرف البديهي اللي جه على دماغه في وقتها إن هو يبدأ يتبول على الفانيلا بتاعته ويعصرها عشان يشرب البول بتاعه عشان يقدر يعيش. ولما عرض على زوجته وأمه إن هم يتصرفوا نفس التصرف ده، رفضوا تماما إن هم يعملوا كده. مع مرور الوقت بدأ الموت يحصد أرواح اللي حواليه، وابتدى بأمه وهو في عجز تام ومش قادر يعمل أي حاجة عشان ينقذها. وبعدين ماتت مراته، وبعدين بنته الصغيرة. بعد 83 ساعة بيقدروا رجال الدفاع المدني يوصلوا للأستاذ أكسم ويطلعوه من وسط الحطام، ويطلعوا زوجته وأمه وبنته الصغيرة، عشان تبدأ الصحف والمجلات تكتب عن الأستاذ أكسم سليمان وتلقبه بلقب معجزة 92. زلزال 92 هو فعلا فاجعة حقيقية، زلزال استمر لمدة دقيقة ونص، لكن عايش ناس كتير جدا لمدة سنين في وجع وفي حسرة. ولكن يمكن من أكتر القصص دراما ووجع وحسرة هي قصة أستاذ أكسم سليمان، اللي لحد فترة قريبة كانت بعض الصحف بتحاول تتواصل معاه، لكن هو قرر يرمي الماضي ده ورا ظهره. وده مش جحود منه، لكن لمجرد ان هو مش عايز يفتكر الماضي ممكن يقلبه. لحد هنا انتهي دوري عند السرد وبس، اما الحكم في الاول وفي الاخر فهيكون ليه. استنى رأيك في الكومنتات، فولو عشان لسه اللي جاي كتير.